النهارده ابل اعلنت عن تليفون جديد وهو الايفون 16 اي. كلنا كنا متوقعين الايفون اس سي 4 او حاجه شبيهه لكده، لكن هم قرروا يضيفوه للايفون 16 لاين اب. فانا مش عارف هل السنه الجايه هيبقى فيه ايفون 17 اي بعد كده 18 اي وهيكملوا في السلسله دي، ولا هيقف عند 16 اي. غير الاسم الغريب شويه، كمان التصميم بتاع التليفون بيفكرني بايفون 13. يعني هو لو شلت الكاميرا التانية في الايفون 13 هيبقى عندك الايفون 16 اي. سعره غالي شوية، يعني انا كنت متوقع ان يبقى سعره ارخص من كده، لان هو المفروض يبقى بادجت فون ويبقى انتري ليفل لناس كتيرة ويبقى تليفون رخيص. يعني احنا دلوقتي لو قارنا ايفون 16 اي الجديد بايفون 15، فانت لو اشتريت ال 15 هتاخد فاليو احسن بكتير. الايفون 15 فيه كاميرتين على الاقل، الالترا وايد انجل، وطبعا ال 48 ميجا بكسل مين كاميرا. عندك كمان الدايناميك ايلاند. في حاله واحده الايفون 16 اي يكسب لو انت فعلا عايز الابل انتليجنس وتستفيد بمميزات الذكاء الاصطناعي تبع ابل. حاجه كمان تانية مش موجوده في الايفون 15 موجوده في 16 اي، هي الاكشن باتل. انا شايف ان دي حاجات بسيطه جدا. يعني هو بصراحه التليفون انا مش هضمه قوي، يعني هم خدوا الديزاين القديم بتاع الايفون 13 ومكملين بالنوتش، مع ان المفروض الايفون 16 يبقى فيه دايناميك ايلاند وكان ناقصه الحاجه دي. مش متاكد لو الايفون 16 اي يستاهل $600. انت لو عايز تشتري ايفون رخيص دلوقتي هتلاقي الايفون 13 14 بسعر قوي جدا. ولو عايز تليفون بنفس السعر واحسن اشتري الايفون 15. ده رأيي. انتوا ايه رأيكم؟ هل شايفين الايفون 16 اي اضاف حاجة جديدة او حاجة مختلفة عن بقية الايفونات اللي جات قبليه؟